عايزه اقول لكم كمان انا جربت الخمره السوداني دي، فظيعه قوي وحلوه قوي وجميله، وكمان ثابته في الجسم وريحتها وهم برضو في منها كذا نوع، بس انا برضو عجبتني النوع ده. بصوا اهو، اهو حلوة أوي، 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 هتعجبكم برضه جربوها. أنا باحب أجيب الحاجات دي للبيت، بتبقى جميلة خالص، طبعًا ممنوع إن إحنا ننزل بأي روايح في الشارع، فالحاجات دي كلها استعمال للبيت يا بنات، بتخلّيكِ ماشية كيكاية كده في البيت، حلوة أوي، 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 عارفة بتبقي قاعدة كده وأنتِ شامة الروايح دي، بتحسي إن أنتِ مرتاحة نفسيًا، وكمان بتدّيكِ الثقة في نفسِك أكتر، وحلوة أوي. المخمرية والخمرة السوداني بجد تحفة، تحفة جرّبوهم. أنا كل ما هاجرّب حاجة وهتعجبني أنا هاطلع أقولها لكم وهاقول لكم تجربتي، واشارككم معايا التجربة بتاعتي، علشان أنا زي الناس كده بتحب إن هي لمّا بتجيب حاجة جديدة بتطلع بتشوف آراء الناس بتبقى حلوة والّا وحشة وكده، قبل ما باجيبها باحب أشوف برضه ريفيوهات عليها، عشان كده حبيت أطلع وأقول تجربتي معاكم واشارككم بيها، وإن شاء الله كل اللي هيجرّبها هتعجبه، وأنا واثقة ومتأكدة مليون في المِيّة. بس أنا برضه بأكد تاني عليكم الحاجات دي للبيت يا بنات، للبيت.